دسته عربيه، كلب عضه، بس هو عمره، انا عارفه ان عمره، انا مؤمنه بالله وعارفه ان عمره، بس هو الكلب كان سبب. هي اسباب ربنا بيحطها. والكلاب بتتلم في حته بعيد عن البني ادمين، بعيد. في ناس بتقول يتعقموا، في ناس بتقول تطعيم السعار. اعملوا الكلام ده عشان حتى ما يزيدوش في المكان اللي انتوا بتحطوه فيه. تحكموهم وحطوهم في حته، اي حته. وفاة الحاج محمود في بورسعيد الشهير بعم عاطف، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وأبي وأمي وجميع موتانا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بيهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. بعد ما سمعت البث المباشر وعرفت اللي حصل من أولاد الحاج محمود الله يرحمه، كل اللي اقدر اقوله لكم الله يصبر قلوبكم. انا مجرب احساس الفقد في ابي وامي، الله يكون في عونكم، الله يرحم لكم والدكم. حتى في ظل الزعل اللي جوه قلوبكم وفي ظل الغضب اللي جواكم، انتوا بتطالبوا بحلول اخلاقيه انسانيه. ياخدوهم يودوهم شلتر، ياخدوهم يعقموهم زي ما بيقولوا، ياخدوهم يطعموهم زي ما هما بيقولوا. كل اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي ان باذن الله ده بيحصل. الدوله خدت خطوه جديه في هذا الموضوع بتخصيص قطعه ارض في كل محافظه عشان تكون مركز عمليات مركزي للتطعيم وللتعقيم. الارض دي هيفضل فيها الكلب الشرس اللي بيهجم، وهيفضل فيها الكلب العاجز. يرجع بس للمناطق السكنيه عدد قليل جدا، والعدد ده هيكون متطعم ومتعقم وهيكون امن جدا على الانسان. الله يرحم والدكم، الله يصبركم، انتوا ناس مؤمنه بالله، تعددت الاسباب والموت واحد، الله يصبر قلوبكم.